يا جدعان يرضي مين اللي بيحصل ده؟ ولحد امتى هنفضل على الحال اللي احنا فيه ده؟ لحد امتى هتفضل الكرة في مصر مش للموهوبين ولكن للي هيدفع ملايين؟ اصل حرام قوي لما يبقى طفل موهوب عنده 14 ولا 15 سنة ونحرقه في الدورات الرمضانية او في الملاعب الخماسي. حرام لما يبقى عندنا يعني لعيبة لو كانت بره بيقولوا عليها ميسي، بيقولوا عليها لامين يامال، حريفة جدا اكتر من اوروبيين، بس كل المشكلة ان هم في مصر، كل المشكلة ان هم مش متقدرين. لعيب زي دوت ما بيتقطعش منه الكوره، يعني كل فيديوهاته هو الواد ده الله اكبر عليه، تحس ان في مغناطيس في رجله. ده بقى بيلعب فين مثلا؟ ممكن تقول لي يا عم ده الحاجات دي في الخماسي سهله وبتاع، انا هوريك برده في ال11 الواد الله اكبر عليه الكوره لازقه في رجله. طب ده مثلا مش درجه اولى ازاي؟ ده ما بنتفرجش عليه على التلفزيون ليه؟ ده ليه ما يبقاش يعني عنصر اساسي في منتخب مصر السنين اللي جايه؟ وشكله طفل لسه 15 14 سنه. فاحنا هنفضل لحد امتى بالوسايط والدفع وننسى الموهوبين؟ الكوره بتاعت الموهوبين وبتاعت الفقراء، مش بتاعت اللي معاهم ملايين. دي مش الكوره، لازم نراجع حساباتنا.